باراغواي ممتازه في الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله امكانيه التمرير بالفعل لبحث عن عرضيه من اشرف حكيمي. بلال خنوس بدايه قويه للعناصر الوطنيه. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره عرضيه من الجهه اليمنى من اشرف حكيمي وبلال خنوس ينهيها بافضل طريقه وبتسديده في مرمى الحارس جيل اورلاندو. افضل بدايه للمنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره الجماهير المغربيه الحاضره وكذلك العناصر الوطنيه والناخب الوطني محمد وهبي. نتابع من جديد التمريره من اشرف حكيمي وبلال خنوس. بلال خنوس لاحظوا ياسين جسيم وضع كره امام اشرف حكيمي. العرضيه بلال خنوس ينهيها بافضل صوره وبافضل طريقه. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف الذي يشعل مدرجات بلايص ديلالاس بمدينه لانس. فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهذا الهدف. بلال خنوس طريقه ممتازه وحتى انطلاق خوان سيسيريس. كره بالراس انا صلاح الدين لازم اخراج الكره يبعد الكره من هذه المناطق. استرجعوا لاعبين المنتخب الباراغواي. استرجع اللاعب دييغو غوميز كيمرر الخطوره لمنتخب الباراغواي لانه غادي نتابعوا رده فعل ديال المنتخب الباراغواي. توصل الكره لداميان بوباديا لكن الكره بعيده. الوقت اللي صلاح الدين كان بامكانه يبعد مترابطه اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. التمريره لكن التغطيه حاضره. ترجع الكره لميغيل الميرون. ترجع كره ممتاز لاعب رضوان الحلحالي. كيشوف لك خطا. هذه محاوله بلال خنوس غادي يعمل خنوس امام ممتاز ديال اللاعبين يمرر داخل مستطيل العمليات لكن كانت طويله شيء معنا اللاعب والمهاجم سفيان رحيمي. بلال خنوس هدف غادي منحه ثقه كبيره. سنتابع من جديد ياسين جسيم ما زاد ما نقص. وضع كره امام اشرف حكيمي والختم كان بطريقه ممتازه من بلال خنوس بلمسه واحده وضع الكره في شباك الحارس. لعب الكره عند براين اوخيدا. تغطيه ممتازه. استرجع كره مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه امكانيه تمرير ياسين جسيم مره اخرى. الله نائل العناوي في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ممتازه يمكن نقول يعني بنفس الطريقه تمريره اشرف حكيمي. هذه المره نائل العناوي في المكان المناسب كيوضع الكره في شباك الحارس جيل اورلاندو. وهدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره جماهير المغربيه بهدف ثاني لفائده العناصر الوطنيه. لاحظوا المرتد هجومي سريع ياسين جسيم وضع الكره امام اشرف حكيمي يعني بنفس الطريقه بنفس الشكل ديال الهدف الاول. جسيم لاشرف حكيمي لكن هذه المره العناوي هو اللي وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه وبهذه كذا الصوره. لاحظوا الختم ممتاز من نائل العناوي. من جديد تحرك ديال ياسين جسيم وهذا هو اللي قلت بان الهدف الاول غادي خلينا نتابعوا مساحات غنتابعوا ممرات وهذا هو اللي كان كيبحث عليه كذلك الداخل الوطني محمد وهبي. هدف ثاني فرحه كبيره لنائل العناوي واشرف حكيمي وباقي اللاعبين والجماهير. هذه محاوله لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليسرى. حذاري بدأ التمرير وتدخل ممتاز. كره خرجت بالفعل. الكره خرجت غادرت ارضيه الملعب وشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتابع من جديد انطلاقه ديال ياسين جسيم يمرر لاشرف حكيمي. نائل العناوي القادمون من الخلف يضع الكره في الشباك بطريقه ممتازه. يهزم الحارس جيل اورلاندو كما قلت بنفس الطريقه ديال الهدف الاول. فرحه كبيره اللي دارت بجنوب افريقيا. كان خروج امام المنتخب الاسباني. محاوله وسط اللاعب خوليو انسيزو وياسين بونو فلسيم على مستوى الجهه اليمنى الى جانب اشرف حكيمي. ياسين جسيم بامكانه المرور عند اشرف او ياسين غادي يبحث على امكانيه تسديده وتدخل الحارس جيل اورلاندو. ياسين جسيم لقد هذا المرتد الهجومي السريع. لاحظ تعود لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليمنى. العوده الممتازه لان صلاح الدين كشق المرابط على مستوى الجهه اليمنى. ياسين جسيم بناء هجومي ترفعات الكره تدخل الدفاع الكيد ديال الباراغواي اللي كيبعد الكره يبعد الخطوره. ممتاز انس صلاح الدين لكن سيرجع الكره حذر من هذا المرتد السريع لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليسرى. انطلاقه ديال ميغيل الميرون تسديده وتدخل لعيسى ديوب. ثم الاكوادور
في الوقت الترتيب العالمي يخوضوا المنتخب الاسباني. هذه محاوله خطيره خطيره خطيره، تدخل وتغطيه حاضره، العوده ديال اشرف حكيمي في الوقت اللي كذلك رضوان الحلحال اللي يسيب على مستوى الجبله. انطلاقه ديال ياسين جسيم، شو غادي يعمل البحث عن امكانيه التوغل، تسديده قويه مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس جيلو اورلاندو. ممتاز ياسين جسيم، انطلاقاته تحركاته سرعته وتقنيته اكيد لضمان سواء رسميه سواء مكان بالمنتخب المغربي. محاوله كانت خطيره، تسديده اعتقد بواسطه اللاعب ميغيل البيرون، ثم المتابعه كانت ديال غابرييل افاريس. نتابعوا من جديد هذا ابراهيم دياز، استرجعوا كل اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. خطيره 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 هذه المحاوله، تسديده بواسطه خوليو انسيزو، دخول الحارس ياسين بونو، لازم اخراج الكره من هذه المناطق. لاحظوا استرجاع الكره من طرف لاعب خوليو انسيزو، تدخل ممتاز ديال الحارس ياسين بونو في المكان المناسب، يبعد الكره ويبعد الخطوره. لاحظوا المنتخب الباراغواي غادي يتنفذ من طرف دييغو غوميز، لعبت الكره في القائم الثاني الراسيه ديال العبيد غوستافو غوميز هو اللي لعب الكره، وياسين بونو في المكان ديال الاخوان سيسيريس، لكن التغطيه تقريبا خطا، كان خطا بالفعل حكم المساعد، خطا على لاعب سمير المرابط. كنقول انه كاين شبه شيء ما بين العناوي والمرابط، ولكن قدموا حتى الان مستوى طيب خلال هذا الطالب. يسترجعوا كل اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. دييغو غوميز، تمريره خطيره خطيره خطيره، تدخل وابعاد الكره، ابعاد الكره من طرف لاعب زكريا وحدي. محاوله كان بامكانها تعطي هدف لفائده منتخب الباراغواي. كان خروج ديال الحارس ياسين بونو ما كانش خروج موفق، لكن العوده كانت بطريقه ممتازه من اللاعب كابايرو. ركنيه لفائده منتخب الباراغواي، هذه تنفذ من طرف ماوريسيو، كيلعب الكره داخل مستطيل العمليات الراسيه. خروج ياسين بونو، خروج ياسين بونو. حكم كيطلب يكون هناك هدوء لانه كان تدخل ديال عمر الديريتي في الكره الاخيره بعد التدخل ديال ياسين بونو، لكن الهدوء يعود والروح الرياضيه حاضره بلاعبي المنتخبين. سنتم محاوله وسط لاعب خوليو انسيزو داخل مستطيل العمليات، البحث دائما عن امكانيه التسديد لان دول ديال الاخوان كاسيريس. من جديد اخوان كاسيريس رفع الكره في القائم الثاني، خطيره وهدف اول، هدف اول لفائده منتخب الباراغواي. هدف اول اعتقد بواسطه اللاعب كابايرو، كانت تمريره من اخوان كاسيريس. نتابع من جديد، لعبات بهذا الشكل. هنا كانت تمريره من اخوان كاسيريس، رجعتوا الكره من جديد، رفع الكره في القائم الثاني الراسيه للاعب كابايرو، غوستافو كابايرو هو اللي تمكن من تسجيل الهدف وبالتالي تذويب الفريق. اصبح النتيجه جوج الاهداف مقابل هدف واحد. اذا غوستافو كابايرو على بعد